السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ خلصنا بقى اكلة البط والمحشي، نيجي بقى نكسر باكلة سمك حلوة جميلة. هقول لكم على طريقة سمك جميلة جدا. هنعمل مع بعض سمك البلاميطة البلدي. ده شكلها يا حبايب قلبي ما شاء الله، سمكة جميلة من جوه، فصها ابيض وحلو قوي قوي. هنعملها مقلية بخلطة جميلة جدا، وهنقدم جنبها كمان رز اصفر للسمك، وكمان طبق سلطة. وجبة حلوة جدا. يلا قبل ما نبدأ وصفتنا، اللايك والشير، ونسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ بسم الله. اول حاجه حبايبي، نقعت السمك بتاعي. ده شكل سمك البلاميطه البلدي. نقعته في ميه وملح وليمون، وسبت شرايح الليمون بالشكل ده. اغسله بالواحده كده يبقى معايا زي الفل. شفتوا ما شاء الله الميه بتاعته بتغير، بتطلع كل الزفاره اللي فيها. كمان عصرت ليمونه وسبته معايا يتصفى على جنب. بصوا ما شاء الله زي الفل اهو، تتصفى وقلبه ابيض وجميل وزي الفل، والليمون والملح بيضيع الزفاره كلها. معايا هنا راس تومه كامله. معايا معلقة من الكزبرة، ومعلقة من الزعتر، وبابريكا، ومعلقة من الكمون، ونص معلقة كركم، ونص معلقة من الكاري. تمام. أول حاجة هنزل بيها معلقة حلوة كده من الزعتر. الزعتر مع الكمون مع الكزبرة أساس تتبيلة السمك حبايبي. نزلت بمعلقة زعتر، ونزلت كمان بمعلقة من الكزبرة، معلقة من البابريكا، وهنا ضفت شوية شطة صغيرين. ومعايا كمان شوية من حوالي نص معلقة صغيرة من الكاري، ونص معلقة كركم، ومعلقة كبيرة حلوة كده في الكمون. وطبعا ما ننساش الليمون والكمون روح السمك. هنزل كده بنص معلقة من الملح عشان املح السمك بتاعي. نزلت بليمونة حلوة كده زي ما قلت لكم، الليمون والكمون حلو جدا للسمك. هبدأ كده اقلب الخلطة الجبارة مع بعض، الكمون مع الزعتر مع البابريكا مع الكزبرة مع الليمون. نزلت كمان بمعلقة من الخل كده. انا عايزة التتبيلة بتاعتي كده تكون انسيابية شوية بالشكل ده. بصوا ما شاء الله كده قوامها خلطة مظبوطة جدا. خلطة تتبيلة السمك اعملوها بالطريقة دي بجد هتفرق في طعم وريحة السمك جدا. كده تمام، الخلطة معايا جاهزة والسمك بتاعي زي الفل. يلا بينا نتبله بكل سهولة. هنحضر قارب كده ونبدأ ندوم أو نتبل السمك بتاعنا. همسك كده سمكة سمكة من جوه وبره، حتة تومة في إيدي كده بنفس الطريقة حبايبي، من جوه وبره بالشكل ده. أنا عايزة السمكة كلها تتغلف جوه وبره، تتبل معايا، ويستحسن تقعد في التتبيلة مش أقل من ساعتين عشان طعم السمك ياخد من التتبيلة الجميلة ديت. هبدأ كده أقلب كل المكونات دي كلها مع بعض. وده شكل حبايب السمك بعد ما اتبل. هغلفه كده بستريتش راب، وهسيبه مش اقل من ساعتين. كل ما قعد زياده كل ما يديكي طعم مميز جدا بالتتبيله. هنسيب السمك بتاعنا يتبل بكل سهولة. يلا نعمل كده شوية رز كده زي العسل، رز المطاعم، الرز الأصفر بكل سهولة في البيت. هيكون معايا بصلاية متقطعة، ومعايا بهارات، معلقة كبيرة من الكركم، نص معلقة من الكاري، ومعايا كمان شوية من الفلفل، وشوية بابريكا، وشوية كمون. أهم حاجة هنا في الرز بتاعي يكون فيه كركم وكاري عشان يدوله اللون الأصفر الجميل. ومعايا طبعا كوبايتين من الرز المصري منقوع ومغسول ومتصفي بالشكل ده. حلتنا على النار، هنزل كده بشوية من الزيت. كمان هنزل ببصلتين مفرومين ناعم. اهم حاجة يكون البصل معايا مفروم ناعم بالشكل ده. انا هديله تخديلة بسيطة كده يكون معايا اللون ذهبي حلو كده. هبدأ اقلبه بالشكل ده لحد لما ياخد اللون الذهبي الجميل. اهو حبايبي ايدي فيه على طول بقلب فيه لحد ما ياخد معايا اللون بالشكل ده. اول ما يوصل للون ده هبدا انزل بالبهارات بتاعي زي ما قلت لكم، ملح وفلفل وشويه من البابريكا وكمون وشويه من الكاري والكركم. الكاري والكركم معلقه صغيره. اقلب كده البهارات مع البصله كده لحد لما الاقي ريحه البهارات طالعه حلوه واتحمصت معايا تحميصه خفيفه، بتفرق في طعم الرز جدا. هبدا في المرحله دي هنزل بعقد الميه بتاعي، عقد الرز يعني مثلا على حسب كميه الرز بتاعتك هتنزلي بالميه. ميه الرز العاديه خالص، كانك بتعملي رز ابيض عادي. كده نزلت بالميه. بصوا ما شاء الله بالتوابل بالكاري والكركم لونها اصفر وجميل ازاي. نزلت بكميه الرز بتاعي بالشكل ده حبايبي. هقلبه تقليبه كده مع البصله والتوابل، وبصوا ما شاء الله لون الرز جميل ازاي وحلو. هيبقى معاكم رز اصفر مفلفل في منتهى الجمال. هنا لقيته محتاج شويه ميه، ضفت شويه ميه صغيرين كده، وبدات اقلب عليه تقليبه كده على نار عاليه لحد لما يتشرب معايا. وبعد كده هدي النار خالص لحد لما يستوي. كده حبايبي خلاص اهو اتشرب معايا بالشكل ده. هقلبه تقليبه واحده بس، وبعد كده هدي عليه النار شمعه
لحد لما يستوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شوفوا ما شاء الله رز مفلفل لونه حلو وطريقته جميله جدا وسهله. بعد ما خلصنا الرز يلا بينا كده بقى ندقق السمك. كده معايا شويه دقيق، والسمك اخد حوالي ساعتين في التتبيله. كل لما يقعد في التتبيله كل لما يبقى طعم السمكه اطعم واحلى بكتير. كده هبدأ أدقق السمك بالشكل ده. أنا عايزة بس أديله طبقة خفيفة من الدقيق، يعني تعفيرة خفيفة كده يمين وشمال بالشكل ده، وبخبط عليه على السمكة خبطة كده لأن أنزل كل زوايد الدقيق فيها بالشكل ده. حبايبي هخلص الكمية كلها معايا ونبدأ نقليها بكل سهولة. سمكة ما بتاخدش معانا وقت خالص. نتبلها وندققها كده بالدقيق بالشكل ده. حبايبي خلاص السمك معايا جاهز. المقلاية بتاعتي الحلوة على النار هنزل كده بشوية من الزيت. هسيب الزيت لحد ما يسخن معايا تماما، وبعد كده هبدأ انزل بالسمك بتاعي. هياخد كده بس لون ذهبي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ اقلب السمكة كده على وشها التاني بالشكل ده لحد لما تاخد معايا كده. اضيفه على مناديل المطبخ عشان يشيل اي زيادة زيت. بالطريقة دي حبايبي مش هيشرب زيت خالص، هيبقى معاكي زي الفل. هضيف كده غيرها وبنفس الطريقة اخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. يلا بينا نغرف شوية الرز بتاعنا. عايزة اقول لكم حبة رز زي العسل ما شاء الله، مفلفل وجميل ازاي. غير ريحته وطريقته سهلة وبسيطة جدا، يليق جدا مع السمك. طعمه حلو قوي 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 مع السمك المقلي بالشكل ده. حبايبي غرفت الرز اهو، ومعايا كمان السمك ما شاء الله ريحته في منتهى الجمال بتتبيلته الجميلة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ريحته جميلة جدا وتتبيلته جميلة، طعمه حلو مميز. استفادوا كده بموسم البلاميط البلدي، بدأت تنزل الوقت، سعرها حلو جدا. استفادوا بيها حلو قوي قوي، اكله جميله. عايزه اقول لكم الاكله دي اكله مطاعم ما شاء الله، جميله جدا. قدمتها كده جنب طبق سلطه بالشكل ده جنب الرز الجميل بتاعنا. بصوا ما شاء الله لونه طعمه وريحته جميل جدا جدا، هيعجب كل اللي هيدوقه باذن الله. وعايزه اقول لكم السمك ده ما شاء الله فص من جوه ابيض وجميل جدا، غير تتبيلته الحلوه. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. عملنا مع بعض السمك البلاميط المقلي بكل تكاته وبكل أسراره ما شاء الله، ريحته حلوة. تتبيلته ممتازة جدا. كل ما قعدتيه في التتبيلة كل ما يبقى طعم السمكة أحلى وريحتها في منتهى الجمال. عملنا مع بعض كمان جنبها شوية كده من السلطة الخضراء، وكمان شوية الرز المتبهر، الرز الأصفر. أتمنى تكون وصفتنا نالت إعجابكم. متنسونيش حبايبي في دعوة حلوة طيبة منكم واللايك والشير. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.